النهارده ميعادنا مع الجزء الثاني من عيلة التتش، كابتن عمرو الحديدي التتش. كابتن عمرو بيطلع علينا في احدى القنوات، وبرضه بيفضل يقول لنا حاجاته اللذيذة زي كابتن شريف حازم كده. طب كابتن عمرو تاريخه ايه مع الاهلي؟ كابتن عمرو لعب مع الاهلي 5 سنين، جه من المحلة، لعب 5 سنين. كان ما بين اساسي واحتياطي عشان ظروف اصابات ومستوى فني مش قد كده. حط 3 اجوان فقط، ودي ما تتحسبش عليه قوي لان هو اصلا مدافع. دوليا لعب ماتشين بس مع المنتخب. يعني راجل مستواه اقل من العادي كمان، يعني مش هو ده الشخص اللي يطلع يتكلم باسم الاهلي. فحبيت اقول لحضراتكم بس تاريخ كابتن عمرو بشكل سريع، ونصيحة لكابتن عمرو حديدي ان راجل سنه كبير. مش هقول لك لا تشوف حسام غالي ولا عماد متعب عشان دول صغيرين بالنسبة لك. اتفرج على كابتن وليد صلاح الدين، انت لعبت معاه وعارفه كويس. بعد إذن حضرتك، لما تطلع في الإعلام يا ريت تخلي بالك من كلامك كويس. شكرا.